السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم مها ام هشام من قناة وصفات سوبر ماما. النهاردة معانا تجربة جديدة طبعا. الستات اللي دايما يقولوا ان ريحة الغسيل، الغسالة ريحتها مش كويسة، و يعني ايه، الغسالة بتطلع ريحة مش حلوة، والغسيل مش كويس، وما بتنضفش وما بتعملش. انا استنيت، انا بعملها كل فترة. اللي انا هعمله ده بعمله كل شوية، يعني مش كل شوية شوية، يعني كل فترة، حاجة موسمية يعني. كل شهرين ثلاثة تقريبا. فانا زودت شوية عن الشهرين ثلاثة، قعدت سبتها 4 5 اشهر كده، علشان التجربة تبقى عملية وقدامكم بقى كل حاجة على عينك يا تاجر زي ما بيقولوا. انا كنت هعمل غسيل ابيض زي ما انتم شايفين اهو نقعان. قلت لا، انا هعمل الموضوع ده علشان خلاص بقى ابدا الابيض على خير. تمام يا حبايبي؟ هنشوف مع بعض. انا غسلت توشيبا كام، 12 كيلو. طبعا فصلت الكهرباء خالص، وايه، النور بقى مش عارفه هيسعفني. الاضاءه هنا مش حلوه، بس انا علشان كل واحده ما تدخلش حد على عندها بيتها، عشان عشان دي حاجه ممكن احنا نعملها في البيت عادي. تمام. انا بجيب الغساله كده عشان في النور تشوفوا اكتر. انا كنت ناويه او نزل يا دوب فيها ميه كده بسيط، فقلت لا، انا هعمل النظافه النهارده. تنظيف الغسالة دي حاجة موسمية. أنا آخر مرة اللي عاملها لي الراجل بتاع الصيانة، كان بتاع توشيبا عندي، فظبطها لي وغسلتها بقى وظبطتها من جوه. في ناس كتير قوي بتقول إن المروحة هنا، مروحة الغسالة عادية، ما بنعرفش بقى، ولو فكيناها ما نعرفش نركبها، لو كده مش هنعرف نفتحها وكده. فأنا دي أعمل تجربة عملية أهي قدامكم، علشان تعرفوا اي حد ما بيعرفش يفتح المروحه او كده. بسم الله الرحمن الرحيم اهي، زي ما انتم شايفين كده. بسم الله الرحمن الرحيم. خلي الهدوم البيضة شويه، اعملها على ايدي. في حاجه اهي، في حاجه هنا شلتها انا بالمفك اهو. انا سايبه الميه دي علشان ايوه، دي تبقى تتفك كده بمفك كده صغير، وبعد كده كله بيتفك عادي. بسم الله الرحمن الرحيم. برضو المفك اهو، انا معاكم. وفكها قدامي مرة واحدة، ثانية واحدة كده. ايوه حبايب قلبي، كده اول خطوة ان احنا نشيل اللي هو الزرار اللي في النص، وده سهل يتشال طبعا. تاني حاجة بقى، طبعا باستخدام كده عشان النور، عشان يبقى قدامنا وواضح. معلش النور عندي مش تمام، الاضاءة مش قوي. طبعا اول حاجة بنفصل الكهرباء بنفس بس يعني احنا برضو مفيش حاجة. ايوه. فاحنا هنركز اهو ونشوف المسمار فين. ايوه، تركزي كده وتفكيه. ايوه، انا مسكته اهو بيلف معايا. تمام. هنلفه شويه كده، وده لا، ده ثانيه واحده. وزي ما انتم شايفين فك اهو بقى زي الفل. تمام. المسمار ظهر، انا واحده زيكم كده. تمام. بحاول اعمل كل شغلي من غير ما اجيب الفني. تمام اهو، زي ما انتم شايفين ظهر خالص. طلعه واجيكوا اهو، طلع. اول ما بتمسكيه كده خلاص، خلاص فك خالص. هنشيل المروحه بقى. وزي ما شفنا كده باسهل طريقه شلنا اللي فوق خالص،
وبعدين المسمار عشان بس النور مش باين عندكم، جبنا مفتاح اللي هو الصليبة عشان بسهولة طبعا اهو، فك خالص اهو. ايوه. وبعدين جبنا مسمارين ثبتناهم في ايه، في القعده زي ما انتم شايفين كده عشان تشيلوها بسهوله برضو. وكان الفني اللي قال لي حاجه زي كده. تمام. هشيلها كده، ثبت مسمار هنا ومسمار هنا، مسمار هنا ومسمار هنا. تمام. عشان اشيلهم هما الاثنين، بس مش هينفع وانا ماسكه التليفون. ثواني وارجع لكم. وزي ما انتم شايفين بمنتهى السهوله شلت ايه اللي هي المسمارين بقى، مسامير من دي بتثبتيهم في الخروم دي، الخروم بتاعت القعده دي كده زي ما انتم شايفين. ايديا اتبهدلت طبعا عشان بقالي فتره، بقالها اكتر من 6 شهور ما اتشالتش. شوفوا شوفوا شوفوا، تقولوا الغسيل ما بينضفش ليه؟ الغسيل بيبقى عليه، الغسيل مش عارفه ايه. زي ما انتم شايفين نحطها هنا اهو. طبعا دول بيتشالوا عادي المسامير دي عشان انت ترفعي بيها بس. كان الفني اللي قال لي عن الموضوع ده، فشلتها اهي. بارك الله طبعا في شايفين سبب ان الغسيل ما بينضفش؟ شايفين سبب ان الغسيل ممكن يبقى تقولي انه بيطلع ريحه وحشه؟ شايفين يعني اي سبب لاي حاجه بتشتكي منها الغساله الفوق اوتوماتيك، هو ده السبب. تنظيف اللي ايه اللي ما بنعرفش احنا ننضفه. انا قعدت اكتر من 2 3 ما افتحهاش خالص لغايه ما فتحها الفني ووراني وقال لي ده سبب ان الغسيل ممكن يطلع له ايه، ريحه مش حلوه. إيه، ممكن الغسيل ما يغسلش الغساله ما تغسلش كويس. يعني ايه، لازم موضوع ان انت تشيلي المروحه وتنضفيها من جوه، ونعمل لها بقى دوره خل وكده مع بعض واحنا مع بعض. تمام. تعالوا بقى شوفوا ايه السبب زي ما قلت لكم في الايه، في الريحه اللي مش حلوه او عدم النظافه او كده. شايفين دي عامله ازاي؟ دي المروحه وهي مقلوبه. شايفين كم اللي مش نظافه خالص. يعني ممكن ميه، يعني ايه، يعني الميه في ميه، بواقي اي حاجه، غساله بتنقط من جوه، اي حاجه كده ممكن تعمل لك الكلام ده. وبعدين مع الايام بقى، مع الشهور ورا بعضيها مفيش نظافه من جوه. يعني الفني انا كان بيجيلي كان بيفتحها على طول ووراني، انما حد تاني يعني انتوا زي ما انتوا شايفين كده دي اهي، حتى الميه مقطوعه، كنت هفتح فيها الميه مش لاقياها، الميه مقطوعه. تمام. ده طبعا بيتنضف كله وترجع بقى. وزي ما انتوا شايفين كده الغسالة اهي من جوه طبعا ايه، الحلة من جوه بتتنضف معاكي حتة كده ولا حاجة. ثانية واحدة مثلا فوطة قديمة بتاعت المطبخ كده بتنضفي برضو، بس ايه يعني على ايه من جوه كده، ما تنضفيش قوي لان التنظيف كله بيبقى ايه في دي. تمام. هنخليها زي الفل ونرجع لكم تاني. زي ما انتوا شايفين الحاجات السمرا دي بس هي اللي ايه بتعمل الريحه وبتعمل كل حاجه ايه مش نضيفه. تمام. هنخليها زي الفل كده ونرجع نركبها مع بعض ونعمل دورة خل. تمام. زي ما انتوا شايفين بقى بنحط مثلا لو عندنا منظف قوي بحط باور، نحط برضو في الغسالة من جوه كده وتسيبيه شوية بس متحطش كتير، وتخففيه طبعا بمية زي ما انتوا شايفين كده، علشان برضو ايه بقالها كتير قوي ما اتعملش معاها كده. وهنا برضو فرشة كده وانت كده زي ما انت شايفة كده انا عمالة نضف بقى كل حاجة من هنا كده، والمية مقطوعة عمالة احط في مية من عندي كده هنضفها واخليها زي الفل ان شاء الله. زي ما انتوا شايفين الفرش دي حلوة قوي، هما 3 فرش، واحدة سلك وواحدة شعر بلاستيك وواحدة. المهم ايه يعني بيجيبوا الحتت الضيقة الجنب اللي هي جوه دي.
الحاجات دي بسيطه جدا، والثلاث فرش ب10 جنيه، بس بيعملوا ايه؟ بيعملوا حاجات كتير. انا جبت والسلك شويه، وهننزل شويه بقى في السلك دي كده. نظبط الدنيا، وهننزل هنا كمان الحتت اللي هي الغامقه دي. بسم الله الرحمن الرحيم. كل ده هيبقى كويس ان شاء الله. ممكن السلكه تعمل، انا بعد ايديا بس كده عشان اعرف اعمل كويس زي ما انتوا شايفين. ممكن التصوير مش مظبوط قوي عشان انا بصور بايديا برضو زي ما انتوا شايفين كده. بتنضف، حط شويه كلور، حط شويه حاجه، حط شويه كلور كمان. شايفين المنظر عامل ازاي؟ ده كلور، شويه كلور بقى. تمام، عشان بقى يشتغل بقى شويه، وهسيبه برضو شويه. شايفه الكلور برضو له تاثير. تمام، خلي بالك بقى عشان ايه، دي مرة يعني كل 3-4 شهور يعني، مش كل يوم يعني. تمام، نشوف برضو ده ونرجع لكم كمان شوية بعد بقى ما نشطب بقى، عشان هي نطفت بقت زي الفل. وكده يا حبايب قلبي كنا نضفناها زي ما انتوا شفتوا بقى عاملة ازاي، بقت زي ما يكون جديدة. تمام، شوف خليناها زي الجديدة. والغسالة برضو من جوه خليناها زي الفل اهي. خلاص كده هنرجعها زي الاول ونشوف الفرق بقى. بس هنعمل لها دورة خل بقى ونظبطها. تمام، نحطها تاني زي ما كانت كده. سهلة جدا طبعا، مفيهاش حاجة. نحط المسمار اهو، المسمار اهو. المسمار هو مسمار صليبة او عادي، ممكن تعمليه برضو. المسألة منها سهلة، فانا قلت يعني مش مستاهلة الفني ولا حاجة. حطيه في مكانه وتربطيه عادي اهو. مسمار اللي هو الصليبة اهو، زي ما بيقولوا عليه كده. تربطيه طبعا ناحية اليمين كده. بسم الله. طبعا بنسمي طبعا سرنا كده عشان احنا في الحمام. كل ده عشان برضو ايه، انا بصراحة عاملة القناة دي عشان مصلحة يعني، افيد اي حد ولو بحاجة واحدة. اربطها كويس قوي طبعا. انا كده بربطها، بس انا عشان يعني ايه مش عايزة دراعي يبان، عشان احنا ايه الدنيا ما تغنيش عن الاخر يا حبايبي. تمام كده ربطناها كويس. ثانية واحدة، خليكم معايا. هربطها اكتر شوية علشان اتأكد ان هي اتربطت كويس. تمام، برضه المفتاح التاني اربط قوي كمان، عشان ايه، عشان اهم حاجة الربطة بتاعتها دي تكون تمام. الحمد لله، لا اله الا الله. بعد كده هنحط ايه اللي هو زي الزرار ده، نحطه مكانه. هو بيقفل كده. هنشغلها بقى عادي، نعمل لها دورة خل، نرجعها مكانها كده، نزقها بحيث ايه. انا كنت شايله طبعا الفيشه عشان ما تعملش اي حاجه اهي. احط الفيشه بسم الله. مش عايزه اتكلم في الحمام يا جماعه، بس انا متعوده على اني كده اجيب الخل وارجع لكم كده ونشوف هنعمل ايه. ايوه حبايبي، دلوقتي هنعمل دورة الخل. هنفضي ازازة الخل كاملة ونعملها دورة خل، كلنا طبعا عارفين ازاي. تمام، انا بحط المية الاول
طبعا ايه خل الاول اهو، احط خل كده، خل بقى في التنظيف والتعقيم، مفيش بعد كده. بننزله كله كده، خلي شويه نحطهم ايه مع الميه. تمام. بنعمل ايه دورة الخل اهي. نشتغل الاول التشغيل اول حاجه. تمام. بنحدد الدورة اللي احنا عايزينها طبعا، اللي هي دورة الخل كده. غسيل تقيل، شطف، بطانية، نقع. ايوه ده هنا تنظيف الحوض. تمام. فبنشوف بقى ايه 65 دقيقة مثلا. هيجي مية دلوقتي، المية هتنزل دلوقتي، بس ايه المية ايه مش كتير دلوقتي. اروح افتح الموتور واشغل المية واعمل الدورة وارجع لكم يا حبيبي. وكده المية جت الحمد لله. وايه وبتاخد الدورة بتاعتها، بتملى حاجة بسيطة وتنزل. شايفين المية عاملة ازاي؟ شايفين المية لونها عامل ازاي؟ شايفين؟ ان شاء الله تطلع الغسيل قشطة بعد العملة دي. تمام. هنسيبها بقى تاخد الدورة بتاعتها كاملة لغاية 51 دقيقة. هتفضل بقى تزود وتعمل وتغسل. هي بتغسل الداخلي بتاعها دلوقتي. دي دورة الخل. تمام. دورة الخل دي طبعا مفيش غنى عنها. دي بقى اللي بتتحكم في نظافة الغسيل. تمام. يلا سلام عليكم مؤقت، وأوريكم النهاية ايه اللي هيحصل. زي ما انتم شايفين كده بتغير ميه، غيرت بتاع 4 5 مرات ميه بالخل بتاعها. تمام. حطيت شويه ملح ليمون بيكربوناتو، انتوا شطارتك بقى. حط شويه ماشي مش مشكله. هي دلوقتي ادتني انذار اهي عشان اقفل الباب. تمام. تمام. كده بتخرج ميتها، تخرج ميتها كده. بس انا الخرطوم عندي مش طويل. خلص وارجع لكم تاني. ايوه خلاص كده الغسالة بقت قشطة، قشطة من بره ومن جوه. دي في الاواخر خالص خالص خالص. شايفين بقت قشطة ازاي؟ تمام. دي تاخدي بقى منها غسيل وتفرغي. تمام. فاضل 7 دقايق اهو. دي اخر ميه هتجيلها. الميه شفتوا كانت طالعه، كانت عباره عن اقول ايه غامقه جدا، زفت خالص. طالعه بقى ايه صدى بقى ما تعرفيش. المسامير دي مصديه جوه، نقطه ميه عليها. تمام. دلوقتي بقت 10 على 10. الميه نقيه وجميله ومفيش اضاءه هنا حلوه كمان، فعشان كده مش مبينه قوي ان هي ايه قد ايه ان هي نظيفه وجميله. تمام. يلا اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد ليا معاكم. هو صفاء سوبر ماما. تمام يا حبايبي. يلا بعد كده بقى احلى غسيل. لا ما تتخضوش بالغساله عندي، بس ايه الايه اسمه ايه الخرطوم بس مش موجود، فعشان كده لسه ما جبتوش. فبتسيب في الحمام. الميه زي الفل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان شاء الله وقت تاني هجيب لكم فيديو باذن الله جميل جدا جدا يفيدكم ويفيد الناس كلها. متنسونيش في اللايكات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.